هاندان الصين 10 أكتوبر 2006. في التاريخ طرات واحدة من بين أكبر عمليات السرقة المصرفية في الصين، سرقة اللي كتميز بكثرة الذكاء والغباء في نفس الوقت. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذه الحلقة غادي نتحدث لكم على واحدة من بين أكبر عمليات السرقة المصرفية اللي طرات في تاريخ الصين. نبداو. في نهار 10 أكتوبر من سنة 2006 كان مدير الخزنة في البنك الزراعي الصيني خايف، حيت حس باللي شي حاجة ماشي هي هذيك. كانوا معاه في البنك جوج ديال حراس الأمن، وهادشي خلاه يشعر بالأمان. ولكن بما انه هو مدير الخزنه كان بحاجه للتاكد بنفسه بانه ما كاين حتى شي واحد اخر في البنك. قلب في غرفه الاجتماعات والمكاتب، ولكن ما كان حتى شي واحد وما كاينه حتى شي علامه على وجود شي مشكله. وهنا دخل الخزنه ديال البنك وكان كل شي هو هذاك، والفلوس باقا في بلاصتها، ولكن نظام الامن في البنك ما كانش خدام. وهنا مدير البنك جبد واحد الصاك وبدا كيحسب في الفلوس بالزربه، وباش جمع داكشي اللي خاصو خرج من الخزنه وسدها ومشى لطوموبيلته. ولكن فجاه غادي يشوفوا هذوك حراس الامن هاز في يدو صاك، ولكن مدير البنك كاع ما بين لهم شنو طاري وما خلاش لهم الفرصه للشك. لاح هذاك الصاك في الطوموبيل وما هرب ما والو، بل رجع للبنك حيت باقي كاع مساله المناوبه ديالو، وكانت باقا ليه ساعه ديال الخدمه. سال الخدمه ومشى لدارو وكان فرحان حيت حتى واحد ما عاقبه، وكانت في الحوزه ديالو مبلغ ديال 200 الف يوان اللي كتعادل تقريبا في ذاك الوقت 26 ألف دولار أمريكي. ورغم هادشي كامل ما كانتش الخطة ديال مدير البنك هي يشفر الفلوس وصافي، بل الغرض من هاد السرقة هو الاستثمار. بعد ما ارتاح مدير البنك خرج في العشية ديال داك اليوم ومشى عند بائعي اليانصيب وشرى من عندهم كمية كبيرة من تذاكر اليانصيب. وما شراش من عند بائع واحد باش كاع ما يبين، بل شرى من جميع المحلات اللي كاينة في هذيك المدينة. وهذه كانت هي الخطة ديالو، يشفر الفلوس من البنك ويستخدمها في شراء تذاكر اليانصيب على امل طلع ليه شي ربحة كبيره لدرجه انه يرجع دوك الفلوس اللي هز من البنك ويشيط ليه الخير. وهادشي كامل قبل ما يلاحظ شي واحد من الموظفين هادشي اللي طاري. ولكن المشكل فين كاين؟ ان تذاكر اليانصيب تصمات باش تكلف اكثر من المكاسب المتوقعه. وعلى الرغم من ان مدير البنك عارف هادشي الا انه زعم وغامر في هاد القضيه، وفي الاخير ربح. المدير ديال البنك نجح وقدر يرجع 200 الف يوان للخزنه ديال البنك، وبقى عنده مبلغ كبير في جيبه، وحتى شي واحد ما ساق ليه الخبار. ولكن الفيلم ما سالاش هنا، حيت بعد ما دازت 5 شهور بالضبط في شهر مارس من سنه 2007 المدير ديال البنك شجعوا النجاح الاولي اللي دار، وحس باللي جا الوقت للجوله الثانيه. ولكن هاد المره كان طموحه كبير بزاف وكان خاصو ضروري شي واحد يعاونو، حيت ما يقدرش يديرها بوحدو هاد المره. ولكن ما كانش خاصو شي واحد من الخارج بل من داخل البنك باش يعاونو في نقل الاموال وحمايه نشاطه عن باقي الموظفين. حيت هاد المره ما باغيش يهز غير 200 الف يوان بحال اللي هز في العمليه الاولى، بل كان باغي يهز 50% من الفلوس اللي كاينه في البنك. وهذا الشيء يقدر يلاحظه اي موظف تما. وهنا رين مدير البنك بان ليه الشخص المنشود واللي يقدر يدير مع هذه العمليه، وهذا الشخص كان هو المدير الثاني ديال خزانه البنك. علاش رين اختار المدير الثاني ديال الخزنه اللي الاسم ديالو ما؟ بسبب انه غادي يكون هو اول شخص اللي غادي يكتشف الاموال اللي غادا تختفي. داكشي علاش جابوا لصفو. وهنا جا وقت العمليه الثانيه، ولكن هذه العمليه ما كانتش بحال السرقه الاولى حيت استمرت لوقت طويل من شهر مارس حتى لابريل. رين وما قدروا ينقلوا اكثر من 2 طن ديال الفلوس في السر، واللي كيتعادل تقريبا 33 مليون يوان. ولكن بعض الموظفين بداو كيلاحظوا شنو طاري، وهنا تم اخبار البوليس. ولكن بما ان رين وما كانوا هما المديرين ديال الخزنه كانوا قادرين على استخدام نفوذهم ويخرجوا باعذار مؤقته، واصروا على ان هذا النوع من الخطا في المكان الخاطئه كيطرا بعض المرات، وانه ماشي مشكل اللي كبير والفلوس راها غادا تظهر اجلا ام عاجلا. وبطبيعه الحال هذه كانت محاوله منهم باش يكسبوا الوقت، حيت كان خاصهم يمسحوا جميع تذاكر اليانصيب اللي شراوها، وكانت بزاف ديال التذاكر، حيت شدوا هذيك الفلوس اللي داو كامله وخسروها كامله، وبقاو على مدى اسابيع هما بجوج فقط كيشريو وكيحكوا كيشريو وكيحكوا في تذاكر اليانصيب. ولكن هاد المره وبشكل صادم اليانصيب دار خدمته، خسروا كل شيء، والبوليس بقاو غاديين في التحقيق ديالهم. وداز الوقت ولكن الامور كاع ما تصلحات كيف ما وعدهم رينوما. وهنا رينوما خداو قرار اخر وقالوا في راسهم يا ربحه يا ذبحه. وهنا قرروا انهم يديروا عمليه اخرى واللي كانت هي السرقه الثالثه لرين من البنك. وفي هذه العمليه شفروا من البنك للمره الثالثه مبلغ ديال 18 مليون يوان، ومشاو وشراو المزيد من تذاكر اليانصيب. وعلى عكس من قبل كان دابا عندهم ازمه زمنيه وما كانش عندهم الوقت باش يشريو من بزاف ديال المحلات الاسابيع باش يخفيو الاثار ديالهم، بل هاد المره شراو كاع التذاكر في يوم واحد
وبقاو كيحكوا في دوك التذاكر حتى نزفت الاصابع ديالهم. وفي نهايه ذاك اليوم بعد مشقه طويله كانوا شراو في العمليات الاخيره ما يقارب 51 مليون يوان من تذاكر اليانصيب، وهاد الفلوس كامله كانوا هازينها من الخزنه ديال البنك وقدروا يرجعوا فقط 98 الف يوان. خسروا 51 مليون باش يربحوا 98 الف يوان، وهنا عرفوا راسهم قفروها. ولكن من ناحيه الجانب الايجابي ذكرات مدينه هاندان كسر الرقم القياسي في مبيعات تذاكر اليانصيب. ولكن في 16 ابريل استولى البنك اخيرا على الامر ديال اختفاء الفلوس، وما بقاش استطاع رينوما المماطله. وهنا خرجت مذكره للقبض عليهم بتهمه السرقه، والسرقه ديالهم تسمت من بعد انها اكبر سرقه بنك في تاريخ الصين. ولكن رينوما قدروا يهربوا ويخرجوا من المدينه، والبوليس قاموا بالقبض على حراس الامن هما الاولين. ورينوما بعد ما خرجوا من مدينه هاندن قاموا بشراء بطاقات هويه مزوره، ومن ثم هما يختفيوا. وهذا الشيء ادى لمطارده واسعه النطاق على الصعيد الوطني كامل. وقامت وزاره الامن الصينيه بطرح جائزه للاشخاص اللي غادي يعطيو معلومات مفيده على مكان رين وما، ولاو من بين اكبر المطلوبين في الدوله. هرب مال الشمال وبالضبط العاصمه بكين، بينما رين شق طريقه المقاطعه جيانغسو، ولاو الوجوه ديالهم كيبانوا في جميع القنوات التلفزيونيه اللي كاينه في الصين. وبعد يومين فقط تم القبض على ما وتعتقل، وهنا بقى العقل المدبر فقط. رين اللي كان شق طريقه للجنوب الغربي بسياره طاكسي لمدينه ليانيونغانغ الساحليه كاكثر المطلوبين في الصين. السفر لمسافه 650 كيلومتر في طاكسي واحد ما كانش قرار ذكي من طرف رين. ومن بعد رين قام بشراء سياره، ومن ثم بقات خاصها حاجه وحده اللي هي المسكن. وباستخدام الهويه المزوره اللي حصل عليها قام بكراء واحد الدار اللي فاس مع البحر. وتم رين قال في راسو صافي راه ما عمرهم ما غادي يشدوني ولا غادي يعرفوا انني راه انا كاين في هذه البلاصه. ولكن كان غلط، والبوليس قاموا بالقبض على رين. ولكن كيفاش؟ رين دار واحد الغلط، واللي هو انه اي حاجه دارها ولا بغى يشريها كان كيهز الفلوس من واحد الميكا ديال الفلوس اللي كان هازه معاه. وهذا الشيء جلب ليه الانظار، وانه ما تعرفش عليه غير شخص واحد اللي عطاه به البوليس، بل تعرفوا عليه ثلاثه. الاول هو سائق الطاكسي اللي كان جابه، والثاني هو الشخص اللي باع ليه الطوموبيل، والثالثه هي السيده اللي كرات ليه الدار. وبما انه هذو بثلاثه ساعدوا البوليس في القبض على رين، فراه سلا بهم المطاف باقتسام الفديه اللي عطاتها لهم الحكومه، واللي كانت القيمه ديالها 200 الف يوان. شحال غريبه، القصه بدات ب 200 الف يوان اللي هي اول عمليه سرقه قام بها رين، وسالات ب 200 الف يوان. وبما انه كاع المتهمين في هذه القضيه تم القبض عليهم، سالات المطارده. تم اتهام الحارسين باختلاس اموال العامه، وتحكم عليهم مده ديال 5 سنين. هاد اللعيبه ما عرفتش علاش. بينما رينوما تم اتهامهم بالاختلاس، والمحكمه عطاتهم اقصى عقوبه وفقا للقانون. تم الحكم عليهم بالاعدام، وبعد عام واحد تم تنفيذ الحكم. وبالنسبه للبنك الزراعي الصيني فكانوا محروجين، واتخذوا اجراءات بطرد 5 ديال الموظفين من مسؤولي البنك لسماحهم بحدوث 3 ديال العمليات ديال السرقه بدون علمهم. وهنا كتسالي الحلقه ديال اليوم، واللي كانت كدوي على اعظم سرقه مصرفيه في تاريخ الصين. تهلا.